فيلمنا بيبدأ ببيت مليان دم، بعد كده بنرجع بالزمن 3 شهور لورا، بنشوف إيميلي وهي بتزور جوزها مارتن في السجن. دي كانت آخر مقابلة بينهم قبل خروجه تاني يوم. فلاش باك بيورينا لحظة القبض على مارتن بتهمة التلاعب في البورصة من 4 سنين. وللناس اللي مش عارفة يعني إيه تلاعب، دي طريقة غير قانونية علشان تعمل فلوس من سوق الأسهم. الحكومة حجزت على بيت مارتن وكل ممتلكاته، وسابت إيميلي تعاني لوحدها طول ال4 سنين اللي فاتوا. يا عيني كانت بتمشي يومها بالعافية وشغالة في وظيفة واحدة بسيطة. في يوم خروجه راحت إيميلي مع والدة مارتن علشان يستقبلوه. إيميلي ما كانتش بس حاسة بالوحدة، دي كانت حاسة باكتئاب شديد. وفي يوم وهي راجعة بظهرها بالعربية من مكان الركنة، دخلت فجأة ولبست في الحيطة. بسرعة نقلوها المستشفى، ومع إن مفيش إصابات جسدية خطيرة، بس جابوا لها دكتور نفساني اسمه جوناثان بانكس علشان يقيم حالتها العقلية، لأنهم اعتبروها محاولة انتحار. جوناثان نصحها إنها لازم تفضل في المستشفى، لكن إيميلي رفضت وقالت إن جوزها لسه خارج من السجن وهي محتاجة تشتغل. ووعدت جوناثان إنها مش هتحاول تنتحر تاني، وإنها هتجيله العيادة كل أسبوع. جوناثان كلم مارتن ووالدته وبلغهم بحالة اكتئاب إيميلي، ونصحهم إنها تاخد أدوية للمساعدة. لكن حتى بعد ما رجعت البيت وأخدت الدواء، اكتئاب إيميلي مش بيتحسن خالص. وفي الشغل في يوم من الأيام الدواء خلاها ترجع، ومديرها شافها. المدير قال لها إن إيميلي جالها اكتئاب قبل كده، وإن الأدوية دي ممكن تسبب ترجيع. بعدها إيميلي راحت لعيادة جوناثان وحكت له كل حاجة عن ماضيها ووحدتها، وإزاي سجن مارتن خلاها تروح لدكتورة نفسية قبل كده اسمها فيكتوريا. جوناثان قرر يتشاور مع فيكتوريا علشان يعرف معلومات أكتر. فيكتوريا أكدت إن إيميلي عندها اكتئاب، واقترحت دواء جديد لسه نازل السوق اسمه أباليكسا، ونصحت جوناثان إنه يكتبه لها. لكن جوناثان من نفسه كتب لإيميلي دواء تاني مختلف. في نفس اليوم مارتن خد إيميلي حفلة موسيقية، لكن جالها نوبة اكتئاب تانية وحالتها ساءت جدا. مارتن خدها وروحوا البيت. تاني يوم في محطة مترو الأنفاق، إيميلي شافت إعلان للدواء الجديد أباليكسا، وكانت لسه متضايقة جدا، وبصت لشرطي واقف قبل ما تقرب من قضبان القطر. الشرطي حس بنيتها ولحقها ووقفها، ولأنها اعتقدت إن أدوية جوناثان مش جايبة نتيجة، إيميلي حاولت تشوفه في مكتبه بس ما كانش موجود. كلمته يجي لها مطعم وطلبت منه يكتب لها الدواء الجديد أباليكسا. شرحت له إنها مش هتقدر تجيب الدواء من غير روشتة الدكتور، وإن صاحبتها جوليا في الشغل استريحت عليه جدا. أخيرا جوناثان وافق وكتب لها أباليكسا. الدواء كان ليه مفعول سحري وفوري على إيميلي، حست بنشاط واختفى الاكتئاب تماما. وفي نفس الوقت جوناثان مضى عقد كبير مع شركة أدوية، وده كان إنجاز مهني مهم جدا ليه. لكن إيميلي بدأت تعاني من عرض جانبي للدواء، وهو المشي وهي نايمة. في ليلة فجأة بدأت تشغل موسيقى عالية وتعمل شاي في المطبخ. مارتن لقاها وعرف إنها ماشية وهي نايمة. والصبح إيميلي ما كانتش فاكرة أي حاجة عن اللي حصل. تاني يوم مارتن وإيميلي راحوا مكتب جوناثان. مارتن شرح موضوع المشي أثناء النوم وطلب تغيير الدواء. إيميلي صممت تكمل على أباليكسا، وقالت إنه على الأقل بيساعدها في الاكتئاب. فجوناثان كتب لها دواء تاني علشان يمنع المشي أثناء النوم. الليلة اللي بعدها مارتن رجع البيت، لقى السفرة متجهزة للعشاء. فهم إن إيميلي بتمشي وهي نايمة، وراح المطبخ لقاها ساكتة ونايمة وهي واقفة. وهنا بتحصل الصدمة الكبيرة في الفيلم. وهي نايمة وبتقطع الخضار، فجأة إيميلي طعنت مارتن بالسكينة. فضلت تضربه كذا مرة لحد ما مات. وقفت تتفرج عليه وهو بيموت، وبعدين راحت نامت. الصبح صحيت ومش فاكرة أي حاجة، وبلغت الشرطة عن موت جوزها. الشرطة وصلت وكمان اتصلوا بجوناثان، قالوا له إن كان في أطباق ل3 أشخاص، وسألوه لو كان موجود. جوناثان أنكر وقال إن إيميلي عملت كده وهي نايمة. ضابط الشرطة قال إن في حد لازم يتعاقب، يا إما إيميلي بتهمة القتل العمد أو جوناثان بتهمة الإهمال في علاجه. محامي إيميلي اللي عينته والدة مارتن، المحامي مقتنع إن إيميلي كانت بتمشي وهي نايمة لأنها استنت مارتن 4 سنين. محامي إيميلي طلب من جوناثان يشهد معاهم ويقنع المحكمة إن اللي بيمشي وهو نايم مش بيكون واعي بتصرفاته، وإن إيميلي كانت ضحية ومفيش دافع لقتل جوزها. المحامي أضاف إن في قضايا مشابهة الناس خدوا براءة. جوناثان بقى في ورطة وبدأ يشك في نفسه. هل هو كان مهمل لما كتب لها الدواء الجديد؟ لكن دكتورة إيميلي القديمة فيكتوريا طمنت جوناثان وقالت له إنه مش غلطان، وإن محدش يقدر يتوقع المريض هيعمل إيه. والدة مارتن قابلت إيميلي وكانت واثقة إنها كانت بتحب مارتن جدا. إيميلي قالت لوالدة مارتن إن المأساة دي حصلت بسبب الدواء الجديد، وإنها مش عايزة ده يحصل لأي حد تاني. وادتها جواب علشان توصله لقناة إخبارية. الجواب بيحذر الناس إنهم ما ياخدوش الدواء الجديد. وفورا قصة إيميلي ودواء أباليكسا اتذاعت على التلفزيون، واسم جوناثان اتذكر إنه الدكتور اللي كتب الدواء. مرضى جوناثان التانيين بدأوا يشكوا في علاجه، والصحافة حصرته. حتى في مسؤول طبي حقق معاه بتهمة الإهمال المهني. وعلشان إيميلي تخرج براءة من المحكمة كان لازم تدعي الجنون وتدخل مستشفى للعلاج الإلزامي. إيميلي وافقت في المحكمة. حارس محطة القطار كمان شهد وأكد محاولة انتحار إيميلي، وجوناثان كمان شهد إن إيميلي ما كانتش في وعيها وقت الحادثة، والمحكمة برأتها
لها بشرط إنها تتعالج في مستشفى حكومي. وبالفعل إيميلي راحت المستشفى. في الوقت ده القضية دمرت سمعة جوناثان تماما. شركة الأدوية اللي كانت متعاقدة معاه طردته. جوناثان بقى في وضع مالي سيء جدا، وغير كده الإعلام نشر أخبار كذب عن علاقة بينه وبين إيميلي، وده عمل مشاكل كبيرة مع مراته. وهو قلقان جوناثان بدأ يبحث عن الدواء الجديد أباليكسا، ولقى مقال على النت، وهنا بتحصل مفاجأة كبيرة في الفيلم. لقى مقال عن عرض جانبي للمشي أثناء النوم للدواء ده، واللي كاتب المقال هي فيكتوريا دكتورة إيميلي القديمة. جوناثان كان محتار جدا، لو فيكتوريا عارفة العرض الجانبي ده ليه صممت إنه يكتبه لها لإيميلي؟ واجه فيكتوريا في مكتبها لكنها أنكرت، وخلال كلامهم عرف إن فيكتوريا كانت عارفة بمحاولات انتحار إيميلي المتكررة، مع إن اللي كان عارف ده هم جوناثان وإيميلي وجوزها بس. فيكتوريا اخترعت حجة وقالت إنها عرفت من الأخبار. جوناثان بدأ يحقق في كل حاجة من البداية. راح نفس الجراج اللي إيميلي خبطت فيه بعربيتها. الحارس قال له إن إيميلي كانت رابطة حزام الأمان. جوناثان استغرب جدا إن حد يربط الحزام لو ناوي ينتحر. راح لمكان شغل إيميلي عشان يدور وراها، واكتشف إن إعلانات حزام الأمان بتتعرض هناك كل يوم. وعرف كمان من مديرها إن مفيش حد اسمه جوليا شغال هناك، اللي هي الصحبة اللي إيميلي قالت إنها خفت بسبب الدواء. جوناثان فهم دلوقتي إن إيميلي شافت إعلان الحزام وقصدت تلبسه ومثلت محاولة الانتحار، وكمان تلاعبت بيه علشان يكتب لها الدواء. وعلشان يتأكد من شكوكه زار إيميلي في المستشفى، بس ما بينش إنه شاكك فيها. لاحظ إن إيميلي بقت كويسة جدا حتى من غير دواء. قالت له إنها جاهزة ترجع البيت. إيميلي ما كانش ينفع تخرج من المستشفى إلا لو جوناثان شاهد إنها خفت تماما. لما رجع البيت جوناثان بقى متأكد إن إيميلي خططت لكل حاجة، ولاحظ كمان إن لما قصة إيميلي وأباليكسا طلعت في التلفزيون أسهم شركة أباليكسا وقعت وأسهم الشركات المنافسة زادت، وده ممكن يكون مخطط مدروس كويس جدا. جوناثان راح للشرطة وحكى لهم كل حاجة، بس المفتش قال له إن القانون بيمنع معاقبة شخص خد براءة على نفس الجريمة تاني. المفتش قال له إن ده غلط جوناثان إنه معرفش إن إيميلي بتمثل الاكتئاب، وقال له ينسى الموضوع. جوناثان سمع الكلام وروح بيته، وافتكر إنه شاف اسم فيكتوريا في سجل زيارات المستشفى، فعرف إنها كمان كانت بتقابل إيميلي. راح لبيت فيكتوريا وقال لها إنه عارف كل حاجة وهيفضحها. رجع بيته لقى فيكتوريا بعتت صور لبيته وهو بيقابل إيميلي في المطعم. الصور كانت بتبين كأن بينهم علاقة غرامية. مرات جوناثان شافت الصور وسابت البيت وخدت ابنهم معاها. كل حاجة اتأكدت لجوناثان دلوقتي. إيميلي وفيكتوريا عملوا عليه مؤامرة. بعدها فيكتوريا قابلت جوناثان وهددته إنها هتدي الصور للإعلام لو ما بعدش عنهم، وساعتها رخصته الطبية هتتسحب. لكن جوناثان عمل خطة خاصة بيه، كذب على فيكتوريا وقال لها إن إيميلي اعترفت بكل حاجة وإن الأفضل ليها تسيب المدينة وتهرب. جوناثان كلم فيكتوريا تقابله في المستشفى، واختار المكان مخصوص علشان إيميلي تشوفهم. وقبل المقابلة كذب كمان على إيميلي وقال لها إن فيكتوريا عايزة تجننها في المستشفى وبتدفع له فلوس كتير علشان يعمل كده. لما فيكتوريا جت تقابله جوناثان اتعمد يجيب شنطة كبيرة علشان يبان كأنه بيقبض منها فلوس. إيميلي شافت المقابلة وصدقت جوناثان. في مقابلتهم اللي بعد كده قالت لجوناثان إنها هتقول له الحقيقة وهتساعده يفضح فيكتوريا لو خرجها من المستشفى، لأن شهادته القديمة هي الحاجة الوحيدة اللي حبسها هناك. جوناثان وافق. إيميلي حكت لجوناثان القصة كلها. قالت إنها اتجوزت مارتن عشان فلوسه، ولما اتقبض عليه ما بقاش معاها حاجة. بعدها قابلت الدكتورة النفسية فيكتوريا اللي كمان جوزها خانها. الاتنين حبوا بعض، وإيميلي حكت لفيكتوريا عن التلاعب في البورصة. خططوا إن إيميلي تمثل الاكتئاب علشان تخلص من مارتن. فيكتوريا علمت إيميلي إزاي تمثل الحالة بالظبط. كل تصرف من إيميلي كان تمثيل، زي ربط الحزام في الجراج وقت الحادثة المدبرة، ونظرتها الغريبة للشرطي في محطة القطر علشان يوقفها. شهادة الشرطي كانت هتثبت إنها ضحية اكتئاب. بعد كده خططوا يستغلوا الشركة الجديدة. لما إيميلي قالت للإعلام يبعدوا عن الدواء أسهمه وقعت في الأرض، وده اللي كانت فيكتوريا عارفة إنه هيحصل، فعملت فلوس كتير جدا. جوناثان نفذ اتفاقه وشاهد إن إيميلي سليمة تماما، وخرجت بشرط إنها تقابله أسبوعيا، ولو حالتها ساءت هتتحجز تاني. إيميلي راحت لفيكتوريا ومعاها ميكروفون وسجلت اعترافها بكل حاجة، والشرطة قبضت على فيكتوريا. جوناثان بعد كده انتقم من إيميلي، طلبها لمكتبه وكتب لها مخصوص دواء ليه أعراض جانبية خطيرة. إيميلي خرجت وهي متعصبة وقابلت والدة مارتن بره، واللي كانت لسه عارفة إن إيميلي قتلت مارتن عن عمد. راحت ضربت إيميلي بالقلم. جوناثان خلاهم يحجزوها تاني، والمرة دي هي فعلا هتتجنن. في المشهد الأخير جوناثان خد انتقامه منهم هما الاتنين، ومراته وابنه رجعوا له تاني. لو عجبك ملخص النهاردة ياريت تخبط اللايك التمام واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ولو ليك رأي في نهاية الفيلم اكتب لنا في الكومنتات. استنونا في حكاية جديدة وفيلم جديد.